وصفتنا حلوة ومناسبة لجمعات أو مناسبة كتير لعزايم، رح كتير تنبهروا بطعمها والناس رح تنبسط عليها كتير. مكوناتها كتير حلوة وسهلة. نحتاج طنجرة نحط فيها سمنة، بندوبها مع نتفة زيت لحتى ما تحترق السمنة، ونخلطهم عبال ما يدوبوا. هون بنضيف الرز المصري المنقوع قد ما بدكم، يعني أنا احتجيت لأعمل 12 حبة، كاسة ونص من الرز لكاسة، وبنحط كمان خضار. هلأ بتشوفوا كيف. هون بنستخدم الرز الحب المصري عادي، بننقعه في المي لمدة 10 دقايق، بعدين بنحطه مع السمنة والزيت، بنقلبهم كتير منيح، بنحط عليهم الفلفل البهار، أو إذا بدكم تستخدموا مرقة الدجاج يلي بتكون طالعة من الشوربة تاعت الدجاج بتكون كتير أطيب وأذكى. أنا هون احتجت لكل كوباية من الرز تقريبا كوباية كبيرة من السوائل، بس أهم إشي بدنا نزيد شوي صغيرة من السوائل لحتى بدنا نضيف خضار مشكلة. هلأ بتشوفوا كيف، فتقريبا نزيدوا كوباية وربع من السوائل عادي جدا. أهم إشي يكون حبة يعني مش كتير مخبصة. وعلى كل حال أصلا هي الوصفة سرر رح تنحشى جوا، بس أهم إشي ما تكون مخبصة لحتى لما تاكلوها ما تحسوا بالطعم المزاكي. وهنا طبعا بنرش الملح ونخلطهم كتير منيح، وهون بنغطي الطنجرة لحتى يستوي الرز تماما سوى العادي، ما بدها أي اختراع. بعدين هون بنسكر عليها كتير منيح وبنخليها على عين واطية بعد ما يغلى. هون بنيجي لأهم فقرة يلي هي العجينة يلي رح نستعملها. العجينة يعني يا بتزبط كلاج أو مثلا عجينة مطبق أو أي عجينة انتو بتحبوها وبتتحمل تدخلوا للفرن، وأهم إشي تكون تتحمر كتير منيح. بكون هون أنا مجهزة مسبقا دجاج ونسخته ونظفته وتبلته وستويته على كتير نار هادية. وأهم إشي هون بنعمل خطوة الخضار المشكلة لأنه بدنا نعمل الأوزي، فبنحتاج جزر وبازيلا، بنقليهم مع شوية سمنة وزيت، بعدين بنتبلهم وبنحط عليهم ملح وبنستويهم تقريبا 10 دقايق أو حسب طبيعة الخضار. بعدين هون بنغطيهم وبنضيف عليهم الملح والفلفل، ما ننسى أهم خطوة. وبالنسبة لكمية الدجاج انتم جدا مخيرين، كان تحتاجوا صدرين دجاج أو مثلا أفخاد انتو زي ما بتحبوا. أنا استخدمت هنا فخدتين لأنه بنحب الأفخاد. بعدين نترك الحشوة والرز والدجاج يبردوا تماما، بعدين نخلطهم كتير منيح مع بعض، وبنقلي جنبهم لوز أهم خطوة على جنب، وبنجهز السمنة والريشة لحتى هلأ تشوفوا إيش بدنا نعمل فيهم. بعدين هنا بنضيف الدجاج نخلطهم كتير منيح. وهون بنجيب صحن عميق وما بلزق، يكون الأفضل أزاز، ندهنه سمنة، بنجيب العجينة عجينة المطبق نفردها كتير منيح، بنحاول نفرد كل الزوايا لحتى تدخل الحشوة بكل الأطراف، وبعدين بنسكرها. بس قبل ما نسكر هون احنا بنشكل الحشوة، بنحط لوز، بعدين بنسكر كمان بحشوة، بعدين آخر خطوة بنسكر العجينة زي ما انتو شايفين. وبنكرر هاي الخطوات لأكتر من مرة لحتى نخلص الكمية. أنا هون بالنسبة للعجين حطيت طبقتين من العجين حتى ما تفلت معي بالفرن وتطلع أكتر مقرمشة وأذكى وأطيب. هون بنرجع نكرر الخطوات، دائما أول حبة بتكون تجريبية عادي ممكن ما تزبط معكم، بعدين بنصير حبة على حبة تزبط أكتر. يا عيني يا عيني على الشكل ولا على الريحة، هون جد رح تدللوا حالكم وتدللوا ضيوفكم ورح تنبسطوا على الطعم الرهيب والشكل الرهيب. ممكن حتى تعتمدوه كطبق رئيسي على السفرة أو حتى لعزايمكم في رمضان أو أي مناسبة عادية. هون بنضلنا نكرر الخطوات، عملت أكتر من شكل قدامكم لحتى تحفظوا الخطوات كتير منيح. وأهم إشي فعليا كرروا الخطوات زي ما أنا بعمل بالضبط لحتى تطلع معاكم بالطعم الرهيبة على ضمانتي. والأهم كمان ما تنسوا ممكن تحطوا بدل الدجاج لحمة راس عصفور أو اللحمة المفرومة كتير طيبة. وهنا خلصت هون كل الكمية، بحط ورقة زبدة على الصينية وبفردهم كتير منيح وبدهنهم بالزبدة أو بالسمنة. أنا هون دهنتهم بالسمنة عشان تكون الطعم أطيب.
وبدخل الفرن على شبك وسط على حرارة 180-190 عشان يستووا من تحت لمدة نص ساعة، وبعدين بالأخير بيطلعوا بهاي الشكل. وما تنسوا تحميرهم من فوق. بتقدموا جنبها سلطة لبن بخيار ومعاها رشة نعناع وملح، ويا بي ما أطيبها. اسمعوا الصوت كيف مقرمش جدا، ولا الريحة والنكهة والحشوة مليانة كتير. ما تنسوا تجربوها ورح تعتمدوها. وكرما لا أمرا، سبسكرايب ولايك وكومنت.